سل حاجتك من الله وحده لا شريك له، واشكو بثك وحزنك وهمك وغمك إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما أعظم هذه العقيدة، الله أكبر. هذه تنير لك الطريق والحياة بأكملها. والله ما ينير لك الطريق لا مال ولا ولد ولا جاه ولا سلطة ولا عمارات ولا تجارات، العقيدة الصحيحة. تسجيلات مسجد بلال بن رباح بصنعاء تقدم لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كفاف ما هو غنى، رجو الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه، قوت يوم فقط، ما هو شهر ولا سنين ولا مدخرات ولا أموال ولا تجارات ولا عقارات ولا أراضي ولا أموال ولا أرصدة، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي موسى عادل بن قاسم العديني حفظه الله تعالى. هل صار له قيمة عند الله ووزنا بسبب ماله؟ لا، لأنه فقد الصلاح والاستقامة، لأنه فقد طاعة الله، ومن فقد طاعة الله فقد فقد كل شيء، ومن وفق لطاعة الله فقد وفق لكل شيء، ومن خسر الله فقد خسر كل شيء، ومن عرف الله فقد عرف كل شيء. بأي شيء تعوض إذا ابتعدت عن الله؟ وهي بعنوان: هذه وصايا لكل فقير ومحتاج ومسكين. سجلت هذه الخطبة في اليوم 21 من رجب لعام 1445 للهجرة. والآن نترككم مع المادة المذكورة. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. الحمد لله الذي فضلنا بنعمة الإسلام والإيمان على كثير من خلقه تفضيلا. الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الناس، هذه وصايا لكل فقير ومحتاج ومسكين، خاصة بهم وعامة لنا جميعا. الوصية الأولى: أن نعلم أن الكرامة عند الله عز وجل ليست بالغنى، فالغنى ليس مقياسا ولا ميزانا، وأن الفقر لا يعتبر إهانة للعبد إذا كان من الصالحين المستقيمين. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الإنسان الكافر ومن كان على شاكلته، إذا وسع الله عز وجل عليه بالأرزاق والأقوات والأموال والنعم الدنيوية ظن أن الله قد أكرمه واصطفاه واختاره، فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا، ليس كما تظنون. فليست الكرامة عند الله بالغنى، وليست كذلك الإهانة عند الله عز وجل بالفقر. الوصية الثانية:
أن تعلم أيها الفقير والمسكين أن الغنى والفقر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي بهما عباده، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال الله سبحانه وتعالى عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أي لا تبتر، لا تبتر، لا تفخر، لا تبغي، لا تشغل بمالك عن الله، لا تتكبر على خلق الله، لا تنسى الدار الآخرة. أموال كثيرة يعجز العصبة من الرجال عن حمل مفاتيح هذه الأموال، مفاتيح خزائن هذه الأموال، فكيف بالأموال؟ فما هي النتيجة؟ هل صار له قيمة عند الله ووزنا بسبب ماله؟ لا، لأنه فقد الصلاح والاستقامة، لأنه فقد طاعة الله، ومن فقد طاعة الله فقد فقد كل شيء، ومن وفق لطاعة الله فقد وفق لكل شيء، ومن خسر الله فقد خسر كل شيء، ومن عرف الله فقد عرف كل شيء. بأي شيء تعوض إذا ابتعدت عن الله؟ قال الله: قال إنما أوتيته على علم عندي، إلى قوله: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لقلة علمهم وجهلهم وحبهم لهذه الدنيا ظنوا أن قارون ذو حظ عظيم. نعم، هو ذو حظ عظيم لو كانت الدنيا باقية ولم تكن هناك الأخرى، لكن الدنيا فانية ونرحل إلى الله سبحانه وتعالى أجمعين. قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، توبيخ لقومهم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض. وانظروا إلى ما قصه الله عز وجل عن نبيه الكريم سليمان عليه الصلاة والسلام، لما وسع الله عز وجل عليه بالجاه والمال والملك مع صلاحه واستقامته ونبوته، ماذا قال؟ فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ليبلوني، هذا بلاء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أخرجه الإمام مسلم. الوصية الثالثة: الصبر على ما قد قسمه الله سبحانه وتعالى لك أيها الفقير، أيها المحتاج، أيها المسكين، أيها المؤمن. الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقبلها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فقر ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله الأنصار فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكن عندي من خير، أي من مال، فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الوصية الرابعة: الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك. كن راضيا بما قسمه الله، كن مؤمنا،
كن مستسلما لأقدار الله عز وجل خيرها وشرها، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حوالا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لا تكره الفقر فهو خير لك، فالله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وفتنتها كما يحمي أحدنا مريضه من الطعام والشراب خوفا عليه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعسى أن تحب الغنى وتفرح به ويكون سببا لهلاكك وشغلك وضياعك وتفريطك وبعدك عن الله عز وجل. قال الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وقال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كن مؤمنا بالله، كن واثقا، كن راضيا، كن صابرا. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، غنى، فقر، صحة، مرض، حزن، سرور، قلة. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته نعمة شكر الله فكان خيرا له وأجرا وثوابا. وإن أصابته ضراء صبر، فقر، مرض، قلة، حاجة، فكان خيرا له. خرجه الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه. قيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ ما هو الغنى؟ قال: الغنى قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. اترك كثرة الأماني لا تنقطع، والدنيا لا نهاية لها، والأمنية الحقيقية والمستقبل الحقيقي عند الله في جنة عرضها السماوات والأرض. الوصية الخامسة: القناعة. وما أدراك ما القناعة؟ من أراد أن يعيش غنيا سعيدا مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال فعليه بالقناعة، فإنها كنز لا يفنى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كفاف ما هو غنى. أخرجه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أترى الغنى كثرة المال؟ قال: نعم يا رسول الله. وهذا ما يراه الناس، أن الغنى هو كثرة المال. الغنى غنى القلب. قال: يا أبا ذر، أترى الفقر قلة المال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، إنما الغنى غنى النفس، والفقر غنى القلب، والفقر فقر القلب. أخرجه الإمام النسائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه، قوت يوم فقط، ما هو شهر ولا سنين ولا مدخرات ولا أموال ولا تجارات ولا عقارات ولا أراضي ولا أموال ولا أرصدة، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخرجه الإمام الترمذي عن عبيد الله بن محصن. قال بعض السلف موصيا لابنه: يا بني، إذا أردت الغنى فعليك بالقناعة، فإنها المال الذي لا ينفد. فقدنا اليوم القناعة، وهي الأصل والأساس. وقال أبو حازم، وقد قيل له: ما مالك؟ أبو حازم من التابعين، من المحدثين، من الصالحين. قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر. قيل: ما هما؟ قال: الثقة بالله
واليأس مما في أيدي الناس. الله أكبر، ثقة بالله ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، وانظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من فضل عليك بالمال، فقد تقع في ازدراء نعمة الله عز وجل عليك، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. محمد بن واسع عليه رحمة الله كان يأكل الخبز الناشف اليابس يبله بالماء ثم يقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد. يعني لو قنعنا بالقليل ما احتجنا إلى أحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الناس، الوصية السادسة: التوكل على الله عز وجل واعتقاد كفايته، وأنه سبحانه وتعالى خير الرازقين، وأنه سبحانه وتعالى خير الحاكمين، وأنه سبحانه وتعالى عليم خبير لا يظلم مثقال ذرة، فيضع الأشياء في مواضعها. فما اختاره الله لك أيها المؤمن في دنياك من غنى أو فقر فارض به وهو خير لك. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هاجر أم إسماعيل وضعها إبراهيم في ذلك المكان المقفر، لا أنيس، لا جليس، لا ثمر، لا زرع، لا ماء، لا طعام، شيء يسير من الطعام من التمر والماء. انتهى. من الذي رزقها؟ من الذي حفظها في تلك البلاد المقفرة؟ إنه الله. مريم كان يأتيها رزقها وهي في المحراب فتسأل فتقول: هو من عند الله. وهكذا. انظروا، ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة دخل على أهله فسألها الطعام فقالت: ليس عندنا شيء. فخرج لا يوجد في بيته شيء. فقامت هذه المرأة الصالحة وهيأت الرحى وأوقدت التنور أوقدته نارا ليس فيه شيء، والرحى ليس فيه شيء، ثم قالت: اللهم ارزقنا. قالت هذه الكلمة من قلب خالص، والدليل على ذلك أن الله استجاب دعاها: اللهم ارزقنا. فإذا بالتنور ملآ بالخبز وإذا بالرحى تطحن. فرجع زوجها فقال: من أين هذا؟ قالت: رزق رزقنا الله عز وجل إياه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: لو تركت الرحى لدارت إلى يوم القيامة. بلال رضي الله عنه سئل عن نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلي نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس له شيء، ما كان عنده شيء. كان إذا أتاه الرجل مسلما فرآه عاريا أمرني أن أستقرض له بردة، يستسلف له بردة يكسو هذا المسلم الفقير وأطعمه. ثم أخبر بلال أن رجلا من المشركين طلب منه إذا أراد أن يستقرض منه، فاستقرض منه إلى أجل. فلما اقترب الأجل قال هذا المشرك لبلال: يا حبشي، أتدري كم بقي على الأجل؟ 4 أيام، ثم فإن لم تأتي بالمال أردك ترعى الغنم كما كنت. الله تهجمه وشتمه وتنقصه، فوقع في نفس بلال ما يقع في الرجال، في نفوس الرجال والناس. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنت بالخروج إلى بعض الأحياء لقضاء ديني ودينه. قال: فلما كان صليت العشاء وضعت تحت رأسي نعل ومجن ورمح. قال: فلما انشق عمود الصبح الأول قبل أذان الفجر الثاني، إذا
رجل يناديني يا بلال أجب رسول الله. قال فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر فقد قضى الله عنك أو فرج الله عنك، أتى بقضائك. فنظرت فإذا 4 جمال محملة بالطعام والثياب أهداه له بعض الملوك. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقضي دينك يا بلال، فقضيت المشرك. ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله بقي من هذا المال بقي. فقال يا بلال انظر أن تريحني من هذا المال، فلست بداخل على أهلي حتى تريحني منه. الله أكبر. يا بلال صرف هذا المال، لن أدخل على أهلي ولن أبرح مسجدي حتى تخلصني منه. فبات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في المسجد ينتظر بلالا يريحه من هذا المال. ثم مكث اليوم الثاني إلى أن صلى العشاء في اليوم الثاني، فجاء بلال فقال يا رسول الله أبشر فقد أراحك الله من هذا المال. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر خوفا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. الوصية التي تليها باختصار: سل حاجتك من الله وحده لا شريك له، واشكو بثك وحزنك وهمك وغمك إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما أعظم هذه العقيدة، الله أكبر. هذه تنير لك الطريق والحياة بأكملها. والله ما ينير لك الطريق لا مال ولا ولد ولا جاه ولا سلطة ولا عمارات ولا تجارات. العقيدة الصحيحة. الوصية التي تليها كما قلنا باختصار لك في الأنبياء والصالحين الأسوة الحسنة، كيف عاشوا وكيف كانوا وكيف جاعوا. أصحاب الصفة كيف كانوا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحون السادة الغزاة الذين رفعوا راية لا إله إلا الله، كيف كان حالهم؟ نذكر حديثا ونكتفي به، أخرجه الإمام أحمد عن طلحة ابن عمرو رضي الله عنه قال: أتيت المدينة وليس لي بها معرفة، ما عنده معرفة بأحد في المدينة وهو مسلم. قال: فأتيت الصفة، إلى أصحاب الصفة، فجلست إلى رجل منهم، فكان بيني وبينه كل يوم مد من تمر، مد يعني ملء الكثين فقط، هذا طعامهم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ثم انصرف، فقال له بعض أصحاب الصفة: يا رسول الله أحرق بطوننا التمر، ما عندهم إلا تمر، وتخرقت عنا الخنف، الخنف كساء من كتان، يعني تخرقت وتقطعت ثيابنا فقط قلة. فخطب عليه الصلاة والسلام، خطب، تأثر بهذا الموقف وقال: والله لو وجدت خبزا أو لحما لأطعمتكموه، ما عندي، لو وجدت الخبز واللحم لأطعمتكم، لكن ما عندي. هذه حالة الصحابة. فيا أيها الفقير ويا أيها المسكين، لك بالأنبياء والصالحين الأسوة الحسنة، والدنيا متاعها قليل. سنصلي اليوم على جنازة، هذه الجنازة رجل منا للمسلمين، عشنا معه، عاش بعضكم معه، عرفه، الله أكبر، انتهت رحلته، لا مرد له إلى الدنيا، انقطع عمله، عاش كيف عاش؟ فقير غني، انتهت الفترة. إن عاش غنيا أو عاش فقيرا، ما الذي حصل؟ أهم شيء الدين، الاستقامة، الصلاح، الثبات على طاعة الله، القرب من الله، محبة بيوت الله، الإحسان إلى الله والإحسان إلى عباده الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن يحسن خاتمتنا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى الغاصبين
اللهم عليك بأمريكا وعوانها، اللهم دمرهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم بور مكرهم، اللهم فشر خططهم، اللهم انجي المستضعفين المؤمنين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين نصرا مؤزرا، اللهم أعنهم واحفظهم وانصرهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم احفظ بلادنا من مكر الماكرين وبغي البغاة المعتدين، يا قوي يا عزيز، والحمد لله رب العالمين.